بكفي يا عالم، بكفي بكفي ظلم. احنا ناس غلابة اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله. سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكونوا ناوترو بنيوتيوم مچم اب عالمنا اب زوان زي تي كندا زارا بخوين زلو عزيز حزن كونتات دما عالمنا كمي عينة كايدا خمزلو معرابا عالم انت عينة مورالاو كومباس كمزلو بتدقاقامي ابريل تايم نخري الدلي بنا زلو ابزلنا قزينا زلنا كويناتنا اسرائيل ابلعلي غازا مس حماس مالتيو بزل على نهري كم عينة قفع بزي بلو بزتررين بزبرتعين بخل عينة دبدابن حجدما نفس لستك على تهجرات كم عبل كم زغلي فرهالو انتهي مالتي زي افزوان زوج زي ابايتات راي كون زوج عزلو زي هذوك ملكم ايه زوجنا اسرائيل ان فلسطين من افزوان زي ابايتا بروكيتن بميسايلن بمدافع انت كان يكون زوج عزلو اب ميديا يزلو توج انتهي مالتي ميديا كساب كندي ابغون اسرائيل تسليفو خمزلو مين ستريم ميديا زيانيش دي illustration كبك ميك من عبد تحسي متاوي مغنيات كرداكم سلازلو. We'll start tonight in fact we'll start tonight in the Middle East where Israel. What? Israel isn't supposed to defend itself? Oh yeah, if Mexico bombed Texas, will we exercise What other country is held to the same standard as Israel? People that want to destroy her terrorists. 4,000-year plan. It's the only democracy in the Middle East, you claim. أنصار إسرائيل كتزارب تجميركا أنت عينت قبر ملس كم زمت ترجع نخل جهوديو thanks God سالا تويتر مها إلى ماسك زجزا حجكوا بزح تقطي مسألة بزح حكتات كوس جمير له أبزا فيديو زيا اللو كنتاتنا إسرائيل تاي مسألة لكن رينا إسرائيل فلسطين كنتاتنا بيجوس يخيدالو كابنا مسكازا حجنا بسلسة جنبارات كم عبل كم زخيل بزحات كيلاتات يزارب له أمريكا بزح نايت وارس تسكمان مراقبة تسجع الله زينا بكال كينات كم عبل كم زخل كيلاتات يتنتن له بتوساخي الزين حماس بقعد كابي كما تسخيلو الزين كسب حجي ملس زي ترغبو بزح انتاقوا زوجزي تفبريخو زمص اي زبل ان عبي زمص زل دمسيو دحان السوق قطفينا سنينا نرينا كم حجي ستقوم الدراما كرينا لعلو كل دما ازي كنتات ازي امريكا يكون علم اب كمي قصات خيد الله نابي قصا من مسمن يسلفالو نحوار خنا بيك خيد خل بسفح كرينا بليز لايك جبروا سبورت جبرناتكم سبورت اقداسي ولا كو يوتيوب كعبت فتن تخونه اذا عين الدمص نابرت اي خي سلازل يوتيوب نوع الفره لو ابزوان زي سلامتاي ننوح وان حكي عبط نيرم سلا الى ماسك اب تويتر زغبرو زول حبريتا جن كعبط وي كولونيوم سلازي ازي حبريتا زكوص حلو لعلو كل دما نحنا كنقحلو كنكلالنا تعافينا كنكيد يبلنا نغيت الجن جمر what's happening today. Hamas militant group rages on, the death toll continues to rise. In Israel, more than 1,200 lives have been lost. Most of them are civilians, and over 3,000 have been injured, while a multi-front war is now threatening the West Asian nation. The war atrocities are not just confined to large cities, but have also reached smaller Israeli communities. According to the Israeli Defense Forces, So تي وج بزلع عليه أبز تدبدابن وجن بزلع على نهاري أبز قصلا لزلو ناي إجري وج ويدماتي متكعت قبرو مخانم درجة كاب معاشي جمري زبحال زلمبر إسرائيل جف سراويت كساب 300 شح سراويت أواديد على تم ريزيرف زنبر تمليسم تكونت هدما معاشي تحتمبر يكبر جاي كبرنا يكونن أمريكا بتدقاقامي أسوار زحق زعنا نفرت كينات ناب إسرائيل تطلع كمودما تنهينا غنرينا سو توجه عزيز برتحلو تموت ناي فلسطينيين عزيز نهر تدقاقا مجن ناي إسرائيليين موت يزنقر سازي اتس عالمنا انت عينت ناي ميديا أقدر سنة كم زلوات تنهينا غنرينا نغطل نشتي. the fighting now spans 3 fronts. Number 1, Gaza, Lebanon and Syria, creating a complex and challenging situation going forward. Well, the map on your screens right now, in the south on the border with Gaza, the nation is continuously battling the Hamas militant group, which carried out the surprise. So كم تريوا زلهم ثلاثة جنبارات زبحال زلهم حدا تناي غازا جنبار مالتي already حماس زلو وج نلعلي كاس كعلى علي أبتسمين مسكات كا أبت جوردان حسب الله زبحال له سلزي مسوين وجو كليو
بسفح كنرينا بسميناوي مبراق أبلع لنتريخ مدما دبوب ناي سوريا ويناي سوريا يو أبو دما تي حاد عطق جلالو إذا كنا تعتزي إنتاي كم زمثل ما أسيوم كم زخينهم أورجنايز كوينهم سنهي لكاريوكمي مينستريم ميديا ويكازي CNN BBC كم زيكل تنتنا كنرينا سو حجي أبتا next episode سفح زبالة كنرينا let's go. Of the Israel-Hamas war and status report, a lot more escalation. That is the big headline. A lot of escalation. The death toll is now increasing rapidly. It was around 1,600 yesterday. It is now more than 2,100. 2,100 people dead. Israel has put its death toll at more than 1,200. Over in Gaza, it's more than 900. And chances are this will keep increasing. This morning, Gaza woke up to more airstrikes. The Israeli Air Force struck 200 targets in Gaza City. 200 Hamas targets. And they're not done yet, far from it. All of these strikes could be building up to the most important operation, a ground invasion of Gaza. So نتا قادات بحال بزيك العالم كم زعينا تراي زي فلت بمتشفጫፍ እዮም ዝቕጥቅጥዋ ዘለዉ መቕጥቃ ጥራይ ግን ኣይኮነን ግህሰት ዓብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይካየድ ኣሎ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ናይ ሲቪላውያን ሂወት ከም ዘይገድሶም ጆ ባይደን ብንጹር ተዛሪቡ ኤሮጳ እውን ሕጂ ቁሩብ ክግምጠሉ ይፍትን ኣለዉ ግን እንታይ እዩ ኤሮጳውያን ኣብ ዩክሬን ዝበልዎን ኣብ ጋዛ ዝብልዎ ዘለውን ክንሪኦ ኢና ክሳብ ክንደይ ምስሉይነትን ንሓቅን ንፍትሕን ንሰብኣውነትን ከም ዘየገድሶም ባዕሎም ብኣብሪል ታይም ይገልጹልና ኣለዉ ንቐፅል According to the defense minister of Israel, preparations are on. Listen to this. We started the offensive from the air. Later on, we will also come from the ground. We've been controlling the area since day 2 and we are on the offensive. It will only intensify. Yesterday, we told you about Israel's unity government. Talks were on between the ruling coalition and the opposition. They're now in agreement, which means Israel will have an emergency unity government, and that's more insurance for Prime Minister Netanyahu, more political capital to escalate. He has that backing. So do not expect a let up in this war. And what's the other side doing? Well, Hamas did launch some rocket attacks yesterday. They struck the southern city of Ashkelon in Israel. But the big picture is clear. Hamas cannot sustain this war. It is exactly how the Israeli Prime Minister put it. Hamas may have started the war, but now Israel will end it. The question is, at what cost? The situation... So, تكونتات كم نريد زلنا مجمريا نتنياهو تي برايم مينستر إسرائيل أبت منقسناتو من مغال زنبري هجي يونيتي حدا ناي حبرت منقسنا قيمة مالو ويكا تسمامي عمالو سلازي حبرا وحيل جيرو مالو تام منقوم زنبرا فللي جيروم نابس على يوم أتوكيرو مالو زدما نتي حماس ناي بحكي حدا جايو لعلو خلو نتكونتات دما إسرائيل بزلا على نهارك صرحوا له كم زخولي زري أتكالو وجندما حماس نزوج جميروا كون خليو جميروا خبرجت أكودو خمسة كلجن إسرائيل يأخذ دوت خلي زبال زلوا مهنياتو إسرائيل أيكون ناي حماس حيل ناي ملك أرناف نايتي ميدل إيست حيلون كبد هذا خل هجرة يكونتن أزي حيال وتهدروا عقم زلوا أبتزوبات راد يكونت أب علمون تزرع ميليتاري كابابيليتي ويك عقم زلوا هجرة أبزوان زون جينا زي تملس زلوا أجاين تتجاجع من ناجهارز مزلوا إذا كنا تعتزي نخجمر نعطهم بتحتي بلان كم زنبرة إنسايد جوبز بيل تيوري يوصلون تايم على تيو لك كمتي أب سبتمبر 11 تشتنا هذا نتناي أمريكا متكعت أمريكا بعلى هندي ساز جبرتو أبزوان إذا بتتجاجع مكلير زخونة خال حيل كم زي جبرو لك عزدما بوشت كم زبقسوا زنفت حبريتا كم معتنا معتي ناجهاري متسألو تمالا بتويتر فايرال كوينير حدا مسج إنسايد جوب كم زنبرة زقل سلزي انتي مالتيو إذا كنتات زين خمس دليتني يروسلم تاي نتي غزا نمدم ساس من إسرائيل هاجر نمقبار نتي فلسطين دمان ملاي قاون خليو يجيب اللي يقول يجيب لكم يلغون تخلوا له سو أبزو وانزي إسرائيل بكل مدايات تبقي سالا بأير حماقوشت قبروا لنا تعدي مع عد سيفيليز قتل زلو بزعبوك نزارة بينات نهيلا Gaza is getting worse. A total siege has been imposed there. No food, no fuel, no water. Gaza has just one power plant. Reports say it has stopped working, which means no electricity either. For hospitals, for shelters, and for refugee camps, no power. Israel has already asked Palestinians to flee Gaza. Just one problem, though. They have nowhere to go. You can't go to the Israeli border. So the only option for them is the Egyptian side, the Rafah border. زقرمي تكونتات إسرائيل سي كل نجار عتياتهم على نتهم فلسطينيين مايك عتهم كم زي كل مايك وريج عتيا مجبي كم زي عتو نداد كم زي عتو إلكتريك كم زي عتو إذا نجار زي كسب كندي قبل على سبات زي وور كرايم بحال قبل على سيبيل زلوا بوتاتات مع عدب دافت إيمالا نتعلم لخاوي حق زبحال حسات بتتجاجامي مع عد حزب الزنبرة جزاوتي تحريم زلوا زي معربوا عالم جن كسب كندي نحكي زي قوم مخانو نربحون تزي كوينو أوروبا حبرة تمال زبلوز نبر نسمع with a clear aim on civilian infrastructure,
with a clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating. With the winter coming, these are acts of pure terror, and we have to call it as such. This is a moment to stay the course, and we will back Ukraine for as long as it takes. سمعكم هذا؟ أب يوكرين بوتين نيشتي كفال كنا إسرائيل تقصصر زي بالله أب يوكرين زجبرة كنتات أوروبا تقدمهم أوش تحمشت معالتي أب عالم تراي زي فلت قلت أفنا أوروبا أنا أمريكان الجداب أمريكا أب روسيا أريدهم تراي ذي كونسي ما يلتشن زلوا بوتات سلزهرمه تزعبي وور كرايم تبهيلو كندي جدات أصعبو the same people لومجن إسرائيل بوك يحبيرهم سبع يكونون دواغونا زلو سبز مسلون سيسايم زواغونا زلو بمبال نعطاتهم نمدفعات يقوم كل نجر جيرهم كله كخوننا يترايون لازم تايم عليتيو نصر كخونكم كخلالو سبعة مسالات فتحدو وورك تايم قالوا خلوا خبلوا خلوا نعم زت عمام استراتيجي ويكا أجندة نمسيسايم بر أفلسطين زجبر زلو جهست مجلسي يبلون بمنصر نايزياتهم كتري خلها مجلسي يبلون نغطس الحجي زيا حنت كابتا فايرال كوينا زلها كاب افوم زوته دبل ستاندرد ويكا كلتا عينت مرقص خم زلهم ابي اوروبان امريكان كون كله كال زربا نخال عالم جن كم زي يقدسوا كنصر لكم الله حر سبا سل زلهم زي يرداكم انت اسرائيل مزراب دارغا محيلوم ما بتسلطان كاتو خلو اوروبان امريكان محيلوم ما انصار اسرائيل ايفن انصار حاجرهم كاي كلون اسرائيل كدغفيهم زمرتو crossing, which opens into Egypt. Now, only 400 people are allowed to cross this border every day. And even that is tough now. The pictures can be heartbreaking, like this one. It shows حزبي نابي كم زخيت عدل يبلون تاب كازاز الحزبي كل 8 مليون زخون حزب له فرقها هتصانات رايهم سلازي ازيوم سبازياتهم نابي يم كحدو مهدم زبهال يلن ناي جبص دو تعطيو ناب اسرائيل دم ابتي زلو بوتا دم ناص بوتا زبهال يلن كعقبولو زخول يلن ناب اسرائيل نفسه كف غزا تاشملهم سكيورتي اندرغراوند تسرحي زخونه ميسايل تتوكيش قتلهم زي كل بوتا اندرغراوند كافر لهم تركيبه 5 الكمي ازيوم سبازياتهم كوميه بلومن سلازي نموت يوم تفريدهم زلو father comforting his daughters. Their bodies are covered in dust and blood. And this is the reality of war, the fallout of Hamas's barbaric and thoughtless attack. Children are now playing with these. Where should they sleep? These are our mattresses, pillows. What is that? Where are we living? This is not a life. We are living surrounded by rubble. Gaza is destroyed. Everything is destroyed. There are calls to create an evacuation corridor now, sort of like an exit route from Gaza. The United States is mediating this effort. Israel and Egypt are also involved, but time is of the essence here because the next stage could be worse, and Hamas knows this. If Israel throws its might at Gaza, it's game over for them. They cannot withstand it. So Hamas is now appealing for help, and they're asking Arab nations to join the fight. I call upon the surrounding countries. So تكونتات حدا تسبك واتس اندحر خوينو ازي بدعي humanitarian crisis يزرزلو اتهم نسب بنا سبعاونت هبيلو سبعاونت بلو زنبركم ابز كونتات زي نتناي فلسطين كونتات نتاب قازا زغبر زلو ابل السيفيل نعو زي تدقف اندحر خوينكم ات بوليتيكاناتكم انت كايداناتكم حسوتكم زخونن كالا اجندا خم زلوكم نصوريو فلسطيناويان ابز وانا زي روي زخونه جساتي زكاي زلو ابل اليوم عالم عين عميتالا اب يوكرين تمال زغبرتو غبر ملسرينا هنا يوكرين بكل منقد يوم دقيفهم بكل حيلهم ايفن اب عدهم كدم تواغيهم لهم يم ني فلسطين كون كلو ግን عينهم عميتهم اجو اسرائيل بليوم ترايم زبل زلو سلازي اتو كنتات غحدي زلو سلازي ابز وان زي تي ناي مريت متقعت تجميرو ات حماس عدل زبحال يبلون حقنا مزراب نسرايت اسرائيل ويكا وتدروا حيل اسرائيل تواغيو كواصو زخلا يكونن كساب كله حيل يبلون اتلي على كله ناي حماس انا يقدسنني حق حش اتوغيو نفسه زخاله اتكاليو نعايزه قدسن اتس هزبي زخونه يكون معلب زي بلو كندي هصاناتن كندي انسنا لو ابزي حدغا كوردن زخد شوف انتي مالت يجي اتكونتات نغبص كوصلو زخول عدل كساب حجي يلن تقطعفنا اسرائيل توز زلا سغمت دما I don't know حماس يخطط في دلدلا ولا تهزبي كتفلاليه ابز شجرك كونتاتنا نخيز لنا فجيس كنسمع انتي سلا زغبر زليو راي وحجي نا اسرائيل تراي دكونس نا امريكا كايدا راي يجي Jordan, Syria, Lebanon, and Egypt. All of its sons and daughters officially. So Hamas كنتات فليتو حجزونا يبلالو حجزونا عرب مخنياتو زكنتات زي نابيك خيد كم زخل نتصوريلو نتم عرب يحجزالو تكونتات حجي نابيك خيد رايو. And popularly, your duty is bigger because you are closer to Palestine. Some have responded, like Syria and the Hezbollah in Lebanon. The Hezbollah have fired precision rockets into Israel in the north. They've also used anti-tank rounds, and in response, Israel is shelling southern Lebanon. It's a very volatile situation right now. At least 3 Israeli soldiers have been killed at the northern border. On the other side, around 8 Lebanese militants have been killed.
Now, Israel and Hezbollah are sworn enemies. So if this war spills over, expect Hezbollah to join. And it's not just them. Israel is dealing with fire from Syria as well. Unidentified projectiles landed in Israeli territory, and in response, the Israelis fired back. So here's what Israel's war effort looks like right now. To the south, it's an all-out war, Israel versus Hamas. To the north, there is sporadic fighting against the Hezbollah in Lebanon and Syria. Plus, there is action in the West Bank. So رأيوة كنتات إسرائيل كقاطمات زخيل مالتيو. So كنتات بزن تقتيلو already حزب الله زبالة تابس أب ليبانوس أب سمينا إسرائيل زلو كاب قدمنا إسرائيل أنصار سلزخونا نسو بوقعي أنت أبقولنا حماس تسليف له. سازي حماس أبتكازا زبال زلو بتدومنا بقبسي بتحت زلو. ويست بانك already كفالنا فلسطين يسون أبون already resistance على كل جزء. قبل علي تي حزب الله بتوجنا سوريا دما بتسمينا أو مبرق مالتي العلي ناي سوريا أبو دما أب سوريا معاد عتقاد جلتات يوم زلوا اليوم كلهم عتقاد دما بحاد خوينهم أب سوريا أنصار أمريكان إسرائيل أنصارتهم حيلتاتن زواجوز نبريهم سلسة بوق يرم زفالتهم كلاتهم دما نبتدوا بمثلوا سلسة توجي ناب كل جنبارات خي كم زخل درو ينفتح له هجرات عرب دما بتحتي نتوم كالوت ناي فلسطين قداي بوتين كم زبلو ناي فلسطين قداي نفس وكف زي خرج لكم من البعض قال لهم زي نصر لكم الله قداي ناي فلسطين نفس وكف اسلام امنت مسلمنا زلو بزي قد سابينا علم نفس وكف مسلمنا قبل بوم زلو قداي لو بوتين انتايلو نفس وكف اسلام اب اسلامي امنت زلو وسبيلو تي قبل فلسطين زكايه زلو زحلفه 75 عمد جسد باسرائيل نفس وكف اسلام حماق يسمعوا بقى نفس وكف سبون حماق يسمعوا يقبع لك عب يوكرين تبقى كنت نيركا فلسطين قداي كيك يقبع نورمال سبت روحينكا because they're one to one the same هذا هنا يكونون يوكرين تمالي جمري يوكرين تمالي جميرتنا مس اسرائيل زلو مس راشا زلون سكن ناي زياتهم كن 75 عمتنا عمت اسرائيل نادو كرتون ناچفچفتهم ناقتلتهم ات ابارتايد دسكحكا زبال نبر دبو افريكا ابريل تايم اب غازا اب فلسطين زلي اسرائيل اتقفعناتهم اب فلسطين عالم ملو تفلطه يكن كتفلطه زي دليت اغنور زغبره تقانزاي سلازي مبزحتهم اسلام كلهم كنبلا ينقلنا سوري مبزحتهم اسلام تقانزنا فلسطيناويان يسمعوا بزي قدس ابينا يكفالالو سلازي انتاي بوتين زبلايز بلاكم زلو ازو كنتات زي بحيل كتفاتح انت فتينكا نحوارو برتع زخونه صقام ابتزوبا كليلو سلازي نتك ادم تسمام عالو فلسطين اسرائيل تسمام عالو زنبره تو ستي سوليوشن زبال ناي شنتي اتميتن سوسان شوعتن نسو كتكبرتو زي كيلو ولا امريكا زمصت اصوار تمصت እዚ ኩነታት እዚ ክትፈትሖ ኣይኮነትን ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ክትዕወቶ ትኽእል ኣብ ሎንግ ተርም ግን ኣይኮነን ዝብል ተሪር ጽሑፍ ኣብ ትዊተር አውሪዱ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ሼር ገብሮ ዝነበረ To the north, there is sporadic fighting against the Hezbollah in Lebanon and Syria. Plus, there is action in the West Bank. Palestinians are mobilizing and protesting there in the West Bank, and Israel is cracking down on them. Reports say around 21 Palestinians have been killed so far, so anything is possible. This single-front war could turn into a two-front or even a three-front war. Israel and its allies know this. Yesterday, Prime Minister Netanyahu spoke to US President Joe Biden, and that phone call was on camera. Listen to what Netanyahu told Biden. We had hundreds massacred, families wiped out in their beds and their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. They took dozens of children, bound. Prime Minister Israel ምስ ናይ ኣሜሪካ ብቐጥታ ብቴሌፎን ተራኺቡ ነይሮም ብቪድዮ ቀዲሖሞ ነይሮም ስለዚ ከም ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ግፍዕታት በቶም ሓማስ ከም ዝተፈፀመ ኣንስቲ ከም ዝተደፈራን ከም ዝተቐተላን ቆልዑ ከም ዝተቐተሉን ብፍላይ ቆልዑ ተሓሪዶም ዝብል ዘረባ ብዙሕ ይወፅእ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ስእሊ ኣይተሰደዱን በንጻሩ ብዙሓት ሰባት እውን ይዛረብሉ ኣሎ ብዙሓት ቆልዑ ብሓማስ ከም ዝተቐተሉን ከም ተሓረዱን ገለ መለ ዝዛረብ ሓበሬታ ብኣፎም ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ ኣሎ ብስእሊ ግን ክሳብ ሕጂ ክቐርብ ኣይከኣለን በንጻሩ ተጨፍሊቆም ኣብ ገዛውቲ ዝተረገፁን ዝተጣሕኑን ዝሞቱን ህፃናት ፈለስጢማውያን ኣብ ሰዓት ይወፅእ ኣሎ ስለዚ መኒት ዝያዳ ዝውፃእ ዘሎ መኒት ዝያዳ ዝመውእ ዘሎ ብዓይንና ንሪኦ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ንሰምዕ ኣለና ስለዚ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ናይ ዎር ናይ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ድማ ዳሓር ከሪአኩም ግዜ እንተረኺበ them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. That was the brutality of Hamas's attack. Families killed in their beds, children abducted and executed, and soldiers beheaded. It was violence and brutality beyond imagination. President Biden realizes this. He's had his differences with Netanyahu in the past, but now he's supporting the Israeli leader. In this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. So, ባይደን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሚቲ ካብ ሚቲ ምስ እስራኤል ጠጠው ኢልና ኣለና
كل زدليا دما كنحجز انا نفسها نتكلاخل تا حاجز يدلي اسرائيل من تروس مس حماس كتواغا خل حجزونا يدلي يعني جن اوف كورس نباتاتهم كاليت كنتات نزلو وسغليو هذا حن سوينا نسمعيو ملو كحجز مخانو ينغير زلو بزعبا اتزحزن كفال تمالي اب اوروباوي حبرت زخر نايتوم موت ناي اسرائيلاويان كغبرو بمولهم تمراحت تاكيبم نيرم نتوم فلسطيناويان كساب حج ميتهم زلو نزخر حنت دقيقون غزي كبو مايكالون ناي بحق اب تويتر شوك زغبريو از كله كم صالكم مايكني ابزي سلاز بس حنت تحستو No justification for terrorism. There's no excuse. The US military aid has already arrived in Israel. Aircraft carrier Gerald Ford is also in place. It is the largest carrier in the whole world, also the most advanced US warship. There is now talk of sending a second carrier, the USS Dwight D. Eisenhower. It was supposed to head towards Europe, but the Pentagon is considering a new plan to deploy this carrier to the eastern Mediterranean. أمريكا كل عينات أصوار أيضاً حماس ديو نحماس كتب لي تغني هاك نزع أصوار اليوم نيرو كال بلان كله خمس خيل كال زرايم وجه كم زلو ينقركا تا عباينا مركب بزح نفرت كيناتن دبدبتن زحازت رايدي كونت كالي تمركبون ناب إسرائيل قصهم يصقعوا له سلازي عبوا وجهكم كم زخيل زتنبهيو أنا وجهك وجهكم إليكم كم باتريالي تاب جراوند زلكم كسمعوا زلكم زي مهنياتو على ملو بزعبو تزارب زلها أمريكا رديتن خلين نتوم فلسطيناويان كنت كنت تفتن توسع حاون أصوارن تراياتو تزلا نزو كنتات زي بسلامة من قد كتفتح تخلني رادو still I believe ميت عاقمني رواي ونزنا جرزي كتتهدادون سلام كتوردن جن اتمرجعنا أمريكا أبز حلفة بفلا أبز حجوان ريزلنا بجاكا وجي كلام الرجال اللي مخنياتو تنا أفغانستان نيرا أنت طويل سلزلو كالو بوتا constant work كله لو يلوناي كلام ناي وكليكس حجة أسير زلو حكا سلزوسه. And that's a lot of firepower. You see, these carriers do not sail alone. They sail as an armada. We're talking about cruisers, destroyers, fighter jets. So the message from Washington is quite clear. We have Israel's back. Netanyahu was likely waiting for this go-ahead. He's got everything in place to invade Gaza. Around 300,000 reserve soldiers are on standby, 3 lakh soldiers. Dozens of tanks and artillery vehicles are ready. It's either a grand invasion plan or a very good bluff. So تكونتات أزي حيال مدلواتنا عبو وقيو حنت نطبخت الزاربية دحرينا بكالك سجري because كنا منتهي يفكروا له تكونتات أبرياليتي كميك هون كم صغل قد محجي أبكالوت هجرات فتنوون أصوار سلزة بزح كان سراي سلزة تخان ديكونس أب أفغانستان يتعوتون أب العراق وين كم تزدلي ويتعوتون of course نتنا هجرات complete يعني يوم من يمكن تسعيرهم يموت يوم مبزح تجزيه حجون أصوارن قال ملن أنت يكون كم صغل نسمع. Considering what Israel has just been through, the invasion seems more likely. It will be costly, yes. It will be violent and brutal. But Netanyahu may not have an option. His intelligence failures have already boxed him in. He may see the invasion as redemption. So إذا كان ملساينا تنهيلنا هذا كابتي كنريو زلنا نشتي كم مسجاجري إزي نشتي فلسطيناوي زدرفا رايو كسب كندي نشغله كمان كان زهم زلوا. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation. How could they be so evil, making martyrs out of children and innocent people? We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back. Self-hating Jew? That was weird. Anyway, what I was saying was last Thursday saw the start of a new ground offensive launched by Israel. So أنت مالتيو أنت إسرائيل اللي تزارب كسع كني كبيد مخانيو جون ستيوارت هذا كابتن عبيتي كميديا نسيو حنت نقركم ما بزحت السب انتاي بالمسلكم كسب سلم انتاي مزوم إسرائيلاويان كسب كندوش أكانات كوينهم سلم نو إسرائيلاويان بلي لغون فلسطيناويان سي قتل زفتسمو سوسايد زفتسمو قلة زفتسمو سلم انتايهم كم قلة يلوسي زياتهم ست قبرش براو منفصل لهم قلة تبلمش ملسس كرايوه لأن كان أب جو روغان زبال حركة كابتن عبيت انفلونسرز نحن تكيلا هاي حتى بزعبا زكنا تسمعوا ونشتي أبتا نيكست بزعبا سبعة مسألات زجهاز اللي زاربينا هجي نزيا Palestinian and you live in Gaza, you're just stuck. You're stuck forever. And that's why these people are like people from America, they're like, why that's why you have this mantra like, oh, they want to die. They raise their kids to be suicide bombers. No, when you're in Gaza, you are born dead. You don't have a life.
So that's why these people are giving up their lives to send a message to us. That's why they're doing this. That's the only reason they're doing this, is to send a message to us. Help us. That's all they can do, is use their bodies. It's just terrifying to me. So እንታይ ትብሎ ዘኒሃ ስለምንታይ ክሳብ ክንዱ ነፍሶም ከጥፉን ነፍሶም ዘይሓልዩላ ገለመለ ኢሉ እዚኣቶም ንደቆም ከምኡ ግብረ ሽበራ ክገብሩ እዮም ንዕብዮም ኢላና ንዛረብ ኢላትካ ተሓቂ ግን ሓደ ቆልዓ ኣብ ፈለስጤም ክውለድ ከሎ ክመውት ከሎ መይቱ ኢላትካ ህይወቱ መይቱ እዩ ቦምብ ክትኩስ ከሎ ይኮነን ዝሞተ ክውለድ ከሎ ይመይቱ ምክንያቱ ዕድል ዝበሃል ስለ ዘይብላ ብሂወት ዓለሙ ፀባብያ መጻኢዩ ድማ ካልኩሌት ዝኾነ እዩ ወዲ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝተወሰነ ዓመት ክቕተል ብዃን ፍሉጥ እዩ ጓል እንተኾይና ድማ መጻኢ ከም ዘይብላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እታ ቆልዓ ኣምፂልኩም ነይረ እንታይ ማለት እዩ እቲ እንኮ ዝገብርዎ እታ እንኮ ዘላቶም መይቶም ገለ ደኮ እንደኾኑ ንህዝብና ገለ ነገድፍ ወይ ገለ ረህዋ ነምፅኣሎም ዳ እምበር ሞት ንዓታቶም ክውለዱ ከለዉ ሲ ንሞት ዝተፈረዱ ትዕጫናቶም ንዑይ ዝመስል ዝብል ከብድኻ ዝበልዕ ከሪር መልእኽቲ እያ ትዛረብ ዘላ we need to really be careful እንታይ ዓይነት ሓገዛት ንገብር ከም ዘለና ሕጂ ኣብዚያ ክናቱና very important conversation ሰለስተ ዓበይቲ ኪላታት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግህሰት international ሕጊ ትሕሉላ ዶ ይትሕሉን ትጥሕስ ዶ ይትጥሕስን ንስማዕ ሕጂ We'll be discussing this with our guests in just a few minutes, but first this report from Bintan Monahan. Please like ግበሩ support ግበርናትኩም support ሓጋዚዩ members ካኹኑ A humanitarian crisis is unfolding in Gaza. Israel's bombing campaign has killed hundreds of Palestinians and forced tens of thousands from their homes. Gaza is now under a complete siege. No food, water, or fuel is getting into the enclave. The UN Human Rights Office regards this as collective punishment and a violation of international law. The imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law. So the international humanitarian laws بعالم لخاوي حقنا إذا كسبات نحاد هزبي بسنكة دقات أما كنا تادي بوليتيكا قال ماين مقبنا إلكتريكن ندادون كل ندحر عاتي خايو زقابانيو إسرائيل دما almost كل تمعات دي سلسة معات جيرا لنا زي أويجا كابتو تكبرو سلازي عالم لخاوي حق تتحس هلا جن عالم كم إسرائيل لومي كنا مجمريا عالم لخاوي كتحس بعلو نتانياهو زباليو زخوانا نقر كتحس غلي أنت تطوق بالزغل يلن يلو أبتنا بمستير استزارب كود فيديو تمالا غريبة لكم نيرا من البعض جزء تقريبا بدأ الكاس بالكم. Any restriction on the movement of people and goods to implement a siege must be justified by military necessity, or it may amount to collective punishment. The European Union has issued a warning to Israel, saying its military operation in Gaza is going too far. Israel has the right to defend, but it has to be done accordingly with international law. أوروبا حبرت قسلو دمص خسمع جمير له ሙሉ በሙሉ ባንዴራታቱን ናይ እስራኤል ኣብቲ ኦፊሳቱ ባንዴራ ናይ እስራኤልን ዝኽሪ ናይቶም ስዋት ዝሞቱ በሙሉ ምስ እስራኤል ተሰሊፉ ክነሱ እንታይ ይብላሎ ክትንቀቕ ኣለዋ እስራኤል ይብላሎ ዝኾነ ስጉም ተወዝ ከም ዘይኩሉ ግን ፍሉት እዩ ስለዚ ኦኬ አትሊስት ግን ነቲ ዲፕሎማሲ ወይ ሽምካ ንምጽባቕ ግን እስራኤል ክትንቀቕ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ይዛረብሎ humanitarian law and some decisions are counter this international law. The attacks by Hamas have been widely condemned. The armed group's assault on Israel deliberately targets civilians. Many have been abducted and taken back to Gaza. Hamas has threatened. ذا فيديو زي بتدقاقامي تقدح ذلها ما أبين حماس شيء أنا وحي لمخانو أفريت أمي من العالم إيو خاخاب كرم تزقبوا رابع السيفيل جن حماس كاك عليه بنيرو أفكار لك خمسة عليكم نحنا السيفيل تارجت هاي جبرنا نيلو ملسي بنيرو لذي again and again الميديا كم تا جون ستور ترينا نا إسرائيل نجر أبوها هيرو كسب كندي فيك نيوز كم زلوا كريكم يتصنعيله تحبريتها كسب كندي فيك نيوز كم يمتصهم زلوا فلسطين زجبروا وحماس زجبروا يلزمت زلوا تصنعيله كم تعلكم يجزن ترغيبا نسمعج. And to kill an Israeli captive every time Israel bombs a Palestinian home without warning. I recognize the legitimate grievances of the Palestinian people, but nothing can justify these acts of terror and the killing, maiming, and abduction of civilians. The United Nations حلافين تايبلالو ናይ ፈለስጤማውያን ቃንዛን ሽግርን ይስማዓኒ እዩ እንትኾነ እዚ ሓማስ ዝፈፀሞ ኣብ ሲቪላውያን ዝኾነ ይኹን መግለፂ ክርከብ ኣይክእልኒ እዚ ድማ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልኒ ይብል ኣሎ እንትኾነ ህዝቢ ፈለስጤም ኣይኮነን ፈፂሞ ሓማስ ይፈፂሞ ሓማስ ድማ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ንህዝቢ ፈለስጤም ዝውክል ጥርናፈ ወይ ከዓ ጉጅለ ኣይኮነን ብዙሕ ህዝቢ ይድግፎ ወይ ካብኡ ዝተፈልየ መርገፂ ኣለዎ ኢንፋክት ኣብ 2022 ዝተገበረ ድምፂ ዳርጋ 50 ሚታዊት ናይቲ ህዝቢ حماس كوكلنا عين دلني نازبل دم تجيبني يريس لذي تمالتي حماس جبرة نخل فلسطين ما هو زبي بفلانة تومس أنا كوكلهم أكلني. I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all hostages.
But the Israeli military insists its campaign is in line with international law. The IDF remains committed to the law of armed conflict, and we conduct ourselves according to it, despite the fact that we are furious, angry, frustrated, and appalled by the atrocities that Hamas has done against us. We still keep our morals, and we still make sure that we fight according to the law. أفنيا نايت مينستر مكلخال نا إسرائيل انتاي بلالو نحنا كسب حجي عالم لخاوي حقي نحلو لنا ولا قوات حماس قبرنا علينا كمتن لحد حرك عنن حماق سمعتن تلنا تنقبر زلنا وجوجن انترناشونال حقي زتختلن نعون زتكبرن زوليو يبلعلو زي تفردقن نابهم قد في كيلاتات كخنا قرويهم that we are committed to. And Israel has support from allies in Washington. The Biden administration draws a distinction between attacks by Hamas, which it calls terrorism, and Israel's bombing of Gaza, which it describes as self-defense. So America بنتصور تايتبلالا تناي حماس قبرو دبداب كله تايتبلالا نسو ناي تيروريزم ويكرا قبر شبراويو يعتبلالا إسرائيل تقبر زلا دبداب كل دما نفس مكل خالي بمبعد سلازي نتحدث صادق نتحدث دما حتياتنيا أبكريتيو جن سيفيل هزبي موتارلو جن نامريكا تناي إسرائيل زيادة يزوجدسو. This moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. Terrorists purposely target civilians, kill them. We uphold the laws of war, the law of war. It matters. There's a difference. It's ordinary people on both sides who are paying the heaviest price in this war. International law is supposed to shield non-combatants. But with seemingly few consequences for those who break it, how much protection does the law really offer? Vincent Monahan for Inside Story. Let's bring you joining us on Inside Story. Michael Link, if I can start with you. The airstrikes the past few days on Gaza have been indiscriminate. يوم 3 كيلاتات يوم بزعب حقاونت ناي توجن قصة 7 مسالات ويكا قصة ناي war crimes يفتح مع الذي نسمعج. And widespread in response to Hamas's surprise attack on Israel. Help us understand first what the rules of engagement and the fundamental principles that both parties in this conflict are expected to follow under international law, and specifically what Israel's obligations are as the occupying power. Sure. ستحتو ዓለም ለኻው ናይ ውግእ ሕጊ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ እስራኤል ኣብዚ ኩነታት እዚ ከመይ ትኸይድ ኣላ እስራኤል ከዓብዚ ተሕቶናታውን ፅብቕቲ እያ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ገዛኢት እያ ኦኪፓየር ማለት ዘይ መሬታ ኣብ ዘይ መሬታ ተቐሚጣ ዘላ ልክዕ ከምቲ ግዜ ጥልያን ግዜ ብሪጣንያ ግዜ ካልኦት ገዛኢት እያ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ስለዚ ከም ገዛኢት እንታይ ዓይነት ሕጊ ክትሕሉ ይግባኣ ምክንያቱ እቶም ሓማስ ንናፅነቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ህዝቢ እውን ስለ ዝኾኑ ንቐፅል The primary responsibility of the occupying power in any occupation is the protection of the protected people under occupation. That's to ensure their well-being, that their first interests are always at the top of the mind in what the occupying power is doing. In a moment of conflict, the standard rules of international humanitarian law wind up applying, which means that there must be the occupying power and the military force must always make a distinction, a very clear distinction between civilian and military objects. It's forbidden to be able to target civilian populations either directly or through their property or through their means of subsistence. And the other aspect of this is obviously the siege that's going on now. We know that Gaza has been under a blockade. So እንታይ ይብላሎ እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ ይብላሎ መጀመርያ እስራኤል ከም ገዛኢት ወይ ከዓ ኦኪፓይ ዴብ ኣብ መሬታ ዘላ ማለት እዩ ሕጊ ናቱ እንታይ ብኸመይ ዝፀልዋ ንዓ ከም ኣብ መሬታ ዘላ ሓይሊ ኣብ መንጎቶም ንሰውራ ዝቃለሱ ዘሎ ህዝብን ኣብ መንጎቲ ሲቪላዊ ህዝብን ሩይ ፍልልይ ክህልዋ ኣሎ ነቲ ሲቪላዊ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ግብዋት ከተማላሉ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ግዜ ውግእ ይኹን ኣብ ግዜ ውግእ ይኹን ስለዚ ከም ገዛኢት ሃገር ነቲ ህዝቢ መሰሉ ክትሕሉ ይግባእ እዚ ሓደ ክፋል ኣሎ ከም ሓላፍነት ዘለዋ እቲ ትገብሮ ዘላ ሕጂ ንስማዓዮ እቲ ጭቆና ከመይ ምዃኑ Since 2006, I have, as special rapporteur, in one of my reports to the United Nations, stated that this amounted to collective punishment, which is absolutely forbidden under Article 33 of the Fourth Geneva Convention. The total siege that has been placed on Gaza now since the weekend, where they're cutting off of water, sanitation, food, and any kind of supplies getting into Gaza, is forbidden under international humanitarian law. It's forbidden to use starvation or the deprivation of any kind of the necessities of life that would support the civilian population. So there are a number of areas of deep concern with respect to international law. So, Michael Link, a number of... So, እንታይ ልሎ ስለዚ እቲ ካብ ዊኬንድ ጀሚሩ ጠቕላላ ዕፅዋ ናይ መግቢ ናይ ማይ ናይ ኩሉ ዓይነት ጌራቶ ዘላ እዚ ጥሕሰት ናይ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ነቶም ህዝቢ እዚ ነገር እዚ ክትገብር ከም ሃገር እስራኤል እዚ ጥሕሰት ናይ ሕጊ ብትኽክል ብዘይካል ዓለም ይብላ ኣሎ እዚ ክትገብሮ ኣይግባኣን እዩ ይብላ ኣሎ ስለዚ already ንጹር ዝኾነ ገሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንርኢ ኣለና እቲ መፅሕቶ ግን ኣመና ኣገዳሲታ ፕሊስ ላይ ይግበሩ violations being committed here by the Israelis. What about violent resistance against the occupation? Is that legal? The answer ሕቶ ድማ
እቲ ሓማስ ገይርዎ ዘሎ ቃልሲ ወይ ከዓ ሬዚስታንስ ወይ ከዓ ተቃውሞ ወይ ከዓ ሰውራ እዚ ፍቁድ እዩ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ጨቁይንካ ዘሎ ወይ ገዚእካ ዘሎ ወይ ተቆፃፂርካ ዘሎ አንጻሩ ክትቃለስ ትብለላ ንስማዕ ሕጂ Yes, but the answer is also that it must be done within very clear boundaries. People under occupation, people under colonialism have had for a number of decades the right to resist their subjugation, but that must be done again within the rules of international law. And in particular, it means that even though you may be using the right to resist any military force to end the occupation, that you cannot target, for example, civilians. You cannot fire rockets into civilian areas. You cannot kidnap civilians or kill them. So all of these donate that any side to a conflict, be it the occupying power increasing. تعملتي هو أبتحتي جوكونا زلوا سبك على مثلا لون هي مثلا ده جوكون زلوا تعال قبل تقبع جن عين ويا أبتحتي توم حماس قال سنخ جبرو مثلا لهم أنت خوني علاماتهم أنتي قال سناتهم أنت أرتي جوكين وهم زلوا تهدروا حيلمبر قبل على السيفيلاويان كونه يقبعني نزيا كيس زياون إسرائيل بركي قام يستقاموا لها مغنياتهم أبتحتي أينا يتسيفيلاوي يعني وتهدروا نزبلون بزح نتنيهم أبتزوج حقي بزح بازوني زاربيو سلازي نتزبي نتسراويتن نتزبن ندر حواويس كاب حدا بوتات قبر لها كما يجرو مي اكزاكتلي تارجت كقبرو نتزبن نتسراويتن بس خالارسي جنب حفشة حق له نسيفيلاويان تهريم كادما حق تتحسال لها سلازي حماس حق تحيس خمسة لي زارب زلو its oppression or a resistance force trying to beat back the occupying power, all of them have to obey the rules of international law in terms of who you target and what military actions you wind up in committing. So Jeffrey Nice, I want to bring you on this particular point and clarify something with you that's I think a lot of people are asking about, and that is the fact that Hamas is a non-state actor in this conflict. And both Israel and US politicians have characterized Hamas attack on Israel as terrorism. Targeting, as we've heard, civilians under international law is illegal under the rules of war. But those rules are set by countries that govern themselves. What about non-state actors like Hamas? What's the law regarding them? So أبزح جيت حتى خمية يعتبر ده مجمريا حماس بمنقسنا أمريكا يكون إسرائيل نان ستيت أكتر مالت نهزب نتوم هزب فلسطين زي وكل قبر شبرا وحيلي يزب هالزلو سلازي رأيوا نمنقس زي هزب فلسطين زي وكل قبر شبرا وحيلين تحري لهم نسوز قبرو نتوم هزبي كاوزع ما يقبعن ويكا بتنا هاتو سقمتي تهزبي كغزع يقبعني مخنيات اوريدي سخا قبر شبراو نتهزب زي وكل الكا ليبل غيركا ويكا تقيس كا سلازلا سلازي كمي يازيا كناتات زيا الى تحت الله حج نسمعيو التحجز زملس له ناي انترناشونال كريمنال كورت او حقاوي كي الى زنبري. Well, the law's a bit unsettled because as a non-state actor, then arguably Israel may not be fully entitled to argue self-defense in the way that it has. And the whole issue has to be approached in the way that's been so helpfully described by my much more authoritative colleague, Mr. Lynch, as what has to happen in respect of an occupying power. So the position is exactly as explained, that they can resist the occupying power. That those within Gaza can resist the occupying power within the law, using force, but without breaking the law. And they may not have to consider the possible defense of self-defense that's been raised by Israel. But that doesn't change the duty on them to act lawfully. And I'm afraid we're in the position, not afraid, it's not for me to express any side one way or the other. The position is clear that the opening actions of this particular part of this unhappy long-term conflict, the opening actions are not lawful, because you cannot go, for example, and kill people at a party in the way that they were killed and other civilians. So it's a complicated issue, but the rule to keep in mind is that both sides, subject to the limitations that may apply because of their different status, one from the other, the basic point has to be that the rule of law has to apply. أبزيا جتايب لالو أوكي برجت كومنت حرقينو تي سلف ديفنس بنزلونا إسرائيل ون ملونات كلوي كل مغنياتو نان ستيت أكتر تقينو بتناي فلسطين زقبر زلو نوح زبالات انتناي بحفشاكن أبتحت حقي تحماس حقك حلولو تا عند حق تبهال دلادما قبل علي زي وتهدراويان علاماتات زقبرو حق متحاسيو سلازي تا زقبرا بتدقاق مستقى زلاب زميديا قبل على سيفيلاويان تارجت زقبرو again زون it has to be proved a festival هاريميوز بحال even اتهم بسماي وريدهم زبحالو زنبرو نسوم فيك نيوسيو أتبجان بجان تلا جرب زور زنبرو فيك نيوسيو كميلهم زورو دنا حماس حيلي اللونكم تعلقوا يتنهيله حتى حجة حتمو دحريكم كيدنا. Was Saturday and Hamas's actions the opening action really? Was it, or is it the occupation that's lasted? زيارة يوحجي تحته إذا أبقى مستجبر بحماس تتوقسه نسديو مخفتنا يتي كنتات نبلو زلنا ويس اتنسب عن حمشن عمد كاب زي مريتو كوت زي كعلنا إسرائيل أينا يتم بقسنا يتي زي معرباو ميديا كله توقع جديد جمهور زلو بسنك حماس زجوز صدد روكيتات يتبلالو تحتاجن سبعان حمشان عمد كاب مريتو كاب زي جزاتو كاب زي عدو كوت زي كعل حيلنا إسرائيل نسدي كون زلو تنكي ويس إذا حجز جمهور وقع حتى عقد استيانتي كيلانا حقين نسمعه. Over 70 years.
Well, it's the opening action of this part of a long contest or a long series of contests. And how that would play out in a court of law is not entirely easy to forecast. And indeed, the whole question of self-defense of a country vis-a-vis or against a non-state actor, which is would be the position for Israel here, has never been played out yet in a court of law. And that, I think, brings me, if I may just interpose this point, to something of great importance. Why is this matter not and never before a court of law? There are courts that should and could have dealt with the earlier events, including, for example, Protective Edge in 2014 and the other mowing the grass, as I think they're called, attacks by Israel. And of course, they're never considered. Holy look, obviously there are many strong opinions on this issue, but just merely mentioning Israel or questioning in any way the effectiveness or humanity of Israel's policies is not the same thing as being pro-Hamas. So you're against murdered children? Free Gaza! Free Palestine! Legal occupation! Everyone شو أنصار إسرائيل مخاط بتعمل كبيد مخانو ويزقل زلو جون ستيوارت actually أيهوداوي نبعرسو بزحات أيهودي من التكوناتنا إسرائيل تقام حجي إذا وجزي أب ميديا زوجا زلو وجزي أب ميديا زكايا زلو مخانو رأيه حجي كندي حصوت حبريتي حلف كم زلو. Let's start our next story with some pictures and videos that have gone viral. The first one is of a supposed Hamas attack. It was shared widely on social media. زي روكيتات زفسس زلو كم زحوز جبر زلو إزي بزح بزي شير كوينيو. إذن حسوتيو حماس كم زي يكونن تكيسو نحماس جلسونا يكونن fake news يسمعوا عج. Social media, people called it an air assault on Israel. Turned out it was footage from a video game. The second video is this one. كاب فيديو جيمز متينير كالاي زيوم بجانطلا نفلسطين كوينهم زوردو زنبرو رايوم زغا again another fake news زغا. It's a video from TikTok. It shows paragliders crossing a boundary. Social media called it the visuals of the Hamas attack. Turned out the visuals were from Egypt, and they were shot sometime last year. But in the last few days, these pictures have been shared more than 900,000 times. إذا فيديوهات زي لعلي كباب هذا مليون جزء شير كوين له كندي مليون سبات أطالي له خمسة له زدما ورايل كاز قبريو حجون رايو. The third video is of a rocket attack. It shows a salvo of rockets being fired. Social media claims these are Hamas rockets. They say the rockets are being fired at Tel Aviv. The video turned out to be an old one, and it wasn't even from Gaza. It was from Syria a few years ago. The fourth and last piece is from the world of football. And this one's been widely shared. Here is what it claims. Football superstar Ronaldo is holding a Palestinian flag, and he's showing solidarity with Palestine. The truth is, this isn't even Ronaldo. This is a photo of a Moroccan footballer. He's called Jawad El Yamik. And this is a photo from last year. It was taken during the 2022 World Cup. So again, زي رونالدو إنه يكون داينا فلسطين دقيفة تبعيلون بزح تزور زنبرت سلي هذه هذا رونالدو يكونن مروكاو تزاتاي زجبرينيرو. سلزي again كندي fake news على زجن ورايل كايو كل زي حبريتات التاريخ هذا ما أنصار نفد فلسطين ماويان نتحماس كسب كندي كفو مخانو كسب كندي حيل خمزلو كرم كمزلو إسرائيل وتهدرا حيل ناخد جبر زحجز حبريتايو انتايو زي ما عاتي خمزلو نتهم قلعو بزحات قلعو إسرائيل حماس ديو تقال ملك بتشك هنخ جبرهم كله بزح سلتات فيك كوينو ترغيبهم CNN بعلم كندي دراما كسرعو إذا فنجت تحيزهم علو ريغ ما تخوني ما بكاله so الميديا نتوجن بجمار بالتعميم زهندات زلو وجن كله عبد صوباتي عبو وج أمريكا عبو وج نخد جبر بزح عينة دفيتي زجبر زلو هانت كنا جربكم إيه كسب كندي شكانا خمس زلو عبد سكونات هذي أعتقد 205 حسيباني رأزي هذا عبد بوليتيكانيا ناي أمريكا ينتلقين رأيوزي. War here. I am with Israel. Do whatever the hell you have to do to defend yourself. Level the place. زي حدا عبي سنترنا أمريكايو انتهي زبل زلو زوجي ناي وجي ناي هيمانوت وجيو سلازي ليفل قبل كله دمسس وكله حوت عجبروي زبل زلو عبي بوليتيكانيا زي the same بوليتيكانيا تايبر نيراب نا يوكرين نيوكرين كند زكا على النحجز كنباينا منتان تي نايراشا نايراشا سراويت راي موت اللامبر تزبلت انفستمنت ناتنا سيو سلازي انتهي مالتيو وقنعو تزبلت استراتيجي مخانو نت علامه امريكا دامبر هيوز موزل كندي يوكريناويان ميتومالو they don't care it is اقداسنت يبلون عتاتهم سلازي again and again كرداكم زلاب زكناتات زي زكناتات زي زوجزي علاماناتو نتي
ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ዓብ ረብሓ እዩ ብዙሕ ኣፅዋሪ ዝትኮስ ዘሎ ብዙሕ ሓዊ ዝግበር ዘሎ ውግእ ክህሉ ድማ ኣለዎ እቲ ኢንዱስትሪ እቲ ከም ዝበልኩኹም ሚድል ኢስት እቲ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ውግእ ቢዝነስ ቦታ እዩ ንኣሜሪካ ስለዚ ውግእ ከምዚ እንተሎ ወላ ንስዑድያ ወላ ኣብ ኢማራት ተዘየጋጠመ እንታይ ክገብሮም ይስግኣ ስለ ዘለዎም እዚኣተን ካተን ዝዓበያ ኣፅዋር ዝገዛ ሃገራት እየን ስዑድያ ንበይናሲ እታ ዝዓበየት ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ትገዝያ ድሕሪያ ዘለዋ 7 ሃገራት ተደሚረን ክንደናይ ስዑድያ ይገዛን እየን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ምስ ኢራን ዘሎ ምትፍናን ክዓቢ ከሎ ስዑድያ መሊሳ ወተሃደራዊ ሓይሊ ወተሃደራዊ ፀጥታዊ ሓይሊ ካብ ኣሜሪካ ትደልዮ መሊስ ክውስኽ እዩ ኣሜሪካ ድማ ብዙሕ ክሸይት እያ ስለዚ እቲ ዞባቲ ንውግእ ዝፈረደቶ እዩ ኣሜሪካ ኣፍሪቃ ልክዕ ከምኡ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ እዚ ናይ ውግእ ቦታ እዩ ኣፅዋር ሸይጣ ናይ ሴኪሪቲ ነገራት ናይ ካሜራ ድዩ ናይ ነፈርቲ ኩናት ድዩ ካልእ ናይ ፀጥታ ዘመልክት ኣሜሪካ ዕብላላ ናታ ብውግእ ኣብ ዞባ እዚ ተሳልጦ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ክርዶ ክኽእል ኣለዎ ተዓሚትካ ምኻድ ኣይዋፃናን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ብሰንኪ ናይ ፈለስጢን ጉዳይ ክንመቃቐል ኣይግባእን ብፍላይ ትኽክል ኤርትራ ሰውራ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተኸብርቲ ኮይንካ ፈለስጢን ከም ናትካ ታሪክ እዩ ዘለዎ ኣንጻር ኩሉ ሓያላን ኣብታ መሬቶም ኣብታ ናይ ቀደም ዓዶም መሰል ተዋሂቦም ኣሎ እስራኤል እኹል ቦታ ተዋሂቦም ንሱ ይኣኽለኩም ነቲ ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ፈለስጢን እስራኤል ወሲዶሞ ነቲ ንእሽተይ ከፊል ተሪፍዎም ዘሎ ንዑ ሃብዎም እዩ ዝበሃሉ ዘሎ እስራኤል ግን ዕጭ ንዑ እውን ኣይንህብን ብምባል ሓንጊሎም ዘሎ ሓይሊ እዮም ስለዚ there is no way ንስኻ ከም ተራ ሰብ ምስ ፈለስጢን ክትኮነሉ ትኽእል ምክንያት የብልካን እዚ ብተደጋጋሚ ነሪኦ ዝነበርና ስእልታት ከሪክሜ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም this is very very important እዛ ስእሊ እዚኣ እታ ሳልሰይቲ ስእሊ ዘላ ረይዋ እቲ ዝዓበየ ክፋል ንእስራኤል ተዋሂቡ ተንእሽተይ እዚኣ ስምምዕ እዚኣ እታ ቱ ስቴት ሶሉሽን ትበሃል ነዚኣ ጌርኩም ንፈለስጢን ናፃ ሃገር ግበርዋ ንዝብል እያ እስራኤል ክትቅበሎ ዘይደለየ ዘላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘገድሰካ ዝስማዓካ ተኮይኑ ፈለስጢማውያን ከም ናትካ ተመሳሳሊ ታሪክ እዩ ዘለዎ ንናፅነቶም እዮም ዝቃለሱ ዘለው እዚ ዝገብሩ ኣብ ሲቪላውያን ሓማስ ዝገብሩ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ገለ ጌጋ ክኾነን ይግብኦ እንተኾነ መሰል ናይ ህዝቢ እስራኤል ግን ክትኩንኖ ይግባእካን ክትከልኦም ኣይግባእካን ስለዚ ኣገነ ነገን ዓይንና ከፊትና ነቲ ኩነታት ብፍትሒ ክንጥምቶ እንተኽኢልና ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሃይማኖትን ብገለን ተመቃቂልና ኣብ ዘይ ጉዳይና እንተኣተና ግን ጌጋ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ናትኩም ደገፍ ይዕዝዙ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሼር ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ፅፅብቑ ቻው برهويلو بنا توريكي منا روحنا يوتنفاسا سعيرا أبسا عجوني إريتراي صغفاي بلقي لنا لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا